عليكم. شيخ بيضاوي. الحمد لله على هذا اليوم، وقد أكملتم الاختبار وأنتم ستتخرجون إن شاء الله في هذا المعهد، ونسأل الله لكم التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة. آمين يا رب. وأن يرزقكم الزوجات الصالحات. آمين. أفضل الدعاء لنا بعد تخرجكم إن شاء الله. لماذا لا نستمر إلى دراسة؟ مادي. إن شاء الله. تفضل، جزاك الله خير. نعم. أول المحاضرة الأخيرة. اختلف العلماء. أنا أفضل لكم الآن. عشان مخك. الآن فقط. بعدين نبدأ حصتين. أنا أعرف أحسن منك. نعم. أفضل لك الآن إنك تختبر حتى يصفى ذهنك في محاضرتين. لكن أنت الآن لا تختبر. أنا أشرح الدرس وأنت مشغول بالاختبار. أنا أعرفه. وبعدين دائما خذها قاعدة، إذا جاء وقت الاختبار لا تحاول تقرأ كثير. لما تقرأ كثير متى؟ أول. لماذا؟ لأنك ربما قبل الامتحان ب5 دقائق تقرأ مثلا أنت لم تفهمها. فهذه المسألة التي تفهمها تؤثر عليك في نفسيتك، فتدخل الامتحان وأنت خايف، والامتحان لم يأتي بهذه، يأتي بمسألة أخرى. فهمت هذه المسألة المهمة؟ نعم. لذلك الأذكياء وقت الاختبار يذاكر التاريخ بس، لكن هو قد ذاكر أول. انتبهوا له، دائما الأوائل العباقرة أعرفهم أنا منذ أن دخلت يوم الامتحان تجده يمشي هكذا، لا معه شيء. لكن الكسالى الذين ضيعوا تجدهم الأستاذ تفضل ادخل وهو يقرأ. لم يشعر بأهمية الوقت إلا الآن. المفروض من أول كل يوم يذاكر، يأتي إجازة السبت والأحد إجازة. هذا عندك من الوقت الفراغ ما يعدل أسبوع. أنا حسبته. يعني أنت الآن تداوم إلى الظهر في المعهد، ثم أكل وشرب، ثم يبقى لك حوالي 7 ساعات إذا كنت طالب جيد. لكن في إجازة عندك عصر الجمعة والسبت كامل والأحد كامل.